أيوب من الساكنة ديال فضاءات السعادة. حنا في هذه المنطقة تنعانيو الحقيقة من مجموعة ديال المشاكل، وماشي هذه المشاكل هي وليدة اليوم، وإنما هي تتراكم علينا لأزيد من 6 سنوات وأكثر، ربما أكثر كاع من 6 سنوات منذ أننا سكننا في هذه المنطقة، وحنا تنعانيو من هذه المشاكل. هذه المشاكل تتجلى أولا في مشاكل عندها علاقة بالمرافق العموميه، بحيث انه ما كاينينش عندنا هنا مؤسسات تعليميه، مدرسه اعداديه ثانويه، بحيث يضطر الابناء ديال هذه المنطقه بانهم يضربوا واحد المسافه باش يتنقلوا للمؤسسات التعليميه ديالها. ثم المشكل الثاني الا وهو المشكل المتعلق بالصحه، بحيث ما تنتواجدوش على حتى مراكز صحيه، بين قوسين سبيطار الحومه، ما كاين حتى شي سبيطار هنايا ديال الحومه في المنطقه. ثم كذلك ملاعب القرب، الوليدات ديال هذه المنطقه المنفذ الوحيد اللي عندهم اللي كيقدر باش يخرجوا فيه شنو عندهم لداخل هما المقاهي. انتم تتعرفوا شنو تيكون في المقاهي، لان الابناء الا كان غيتردد اليوم وغدا وبعد غدا على المقهى باش يريح فيها، راه غدا ولا بعد غدا ضروري انه غادي يتبلى. عدم وجود ديال مرافق اللي غادي تقدر انها تنقذ هاد الوليدات كملاعب القرب او منصه شباب او مراكز ثقافيه وغير ذلك غير متواجده بهذه المنطقه، هذا يحز في النفس الحقيقه. ثم كذلك مشاكل أخرى من نوع آخر، ألا وهي الإنارة العمومية اللي ضعيفة جدا، حيث أنك ملي كتجي تنشوفوا وسط 10 البولات خدامة بولا، يلا كتلقى بولا اللي خدامة. وراه ملي بغينا نصوروا معكم راه شفتوا شحال بقينا تنقلبوا على هذه البلاصة اللي غادي يكون فيها الإنارة باش يكون التصوير مزيان. حقيقة اش غادي نقول لك، منطقة مظلمة بما تحمله الكلمة من معنى. ثم مشكل آخر، أنا تنحاول أنني ندرج لك المشاكل وإلا راه مشاكل كبيرة متراكمة. ثم مشكل ديال الحاويات النفاية، وإلا صورتيها إلا درتي دابا غادي تصورها غادي تشوفها كيفاش دايرة، راه كلها متهالكة. الناس راه تتلوح داك الزبل ديالها حاشاكم غير في الأرض، لأن هذيك الحاويات راه متهالكة، ماشي الساكنة هي اللي هرستها، ولا راه هذاك الكاميو اللي تيجيبو اصلا هو ما خدامش لهذيك الحاويات، ما عرفتش واش ماشي ديالها ولا كيهز باع قبر بالله قصدف كيتعوج هذاك الطارو ديال الزبل تهرسوا ليه الرويضه كيبقى تما. دوينا المره الاولى، دوينا الثانيه، دوينا الثالثه، يلاه منذ تولي هذا المسؤول رئاسه الجماعه جاب لينا كل مجموعه سكنيه جاب لها واحد الحاويه ولا جوج الحوايا ديال النفايات اللي ضربنا بها تقريبا 5 سنين دابا. الا درتي غادي تشوفها كي دايره، راه كما قلت لك متهالكه. ثم مشكل اخر وهذا تيبان لي صعيب على الوليدات، وهي الكلاب الضاله، لان ملي تنجيو تلقاو عشرات ديال الكلاب الضاله بالنهار وبالليل. بالليل العويل ديالها راه ما تنعش، تبدا تنبح وتبدا تتغوت في المنطقه الفوقانيه، راه ما تنعش بالليل. وبالنهار راه ممكن ان شي كلب يعض شي وليد ولا سميتو، وحنا كنحاولوا اننا بقدر المستطاع اننا نجريو على داك الكلاب غير بمسائل بدائيه، اننا نضربوا بحجره ولا نجري عليه لشي منطقه باش يمشي من هاد البلاصه. هذه ماشي كل المشاكل، ولكن اللي كتحز في النفس ديالنا بزاف واللي كتضرنا بزاف. والا راه كاينه مشاكل كثيره متعلقه بالنقل، متعلقه بالطرقات، متعلقه بالارصفه كيفاش دايره، بزاف ديال الحوايج اللي طاري علينا في هذه الساعه تنعانيو منها. اذا بالاضافه الى هذه المشاكل اللي درنا عليها، يعني المنطقه اصبحت غارقه يعني بالاوحال والازبال، يعني غياب الحاويات. هذه الحاويات اللي كانت كتعقل يعني الزمن العتيق، يعني النهار اللي وضعوها يعني بصراحه الناس ما لقاش فين تلوح هذه الازبال ديالها. انا كنجدو كاينه ميزانيه خرجت على قبل هذه الحاويات، وفين مشات هذه الميزانيه؟ ثم المشكل الكبير بزاف ان المنطقه يغيب فيها التشوير،
ولو بلاكه واحده كاينه مع هذه القنطره هذه. يعني كل شهر كيوقع فيه احداث، بعض الاحيان احداث مميته ديال الاطفال ديالنا اللي كيمشيو للمدرسه. يعني كيتعرضوا يعني كل انواع ديال الاضطهاد في هذه المنطقه هذه، مع الطريق ان مع العلم ان الطريق هذه يعني ضيقه جدا، فيها جو مترو، فيها اللي كيجي ويمشي يعني فيها جو مترو. كيفاش يعقل ان هذه المنطقه هذه اصبح يعني متقدمه؟ انا كنوجه الرساله ديالي يعني المسؤولين الكبار، خصوصا السيد يعني الوالي ديال جهه الدار البيضاء والسيد العامل على اقليم مديونه، ان يتدخل فورا ويحلوا بعض المشاكل. وهذه المشاكل الاوليه هو الامداد للمنطقه بالنقل العمومي يعني ويعني وهذا المجمع ديال واد الحار يحيدوا لنا من هنا. راه مويدين حنا باغيين استثمار، باغيين مرافق عموميه على اساس ان يكون هناك مجتمع سليم. كيقول لك واحد المثل، العقل يعني السليم في الجسم السليم. شكرا. ميديانايا، تحري، صدق، مهنية. باش يوصلكم جديد ميديانايا ما تنساوش الاشتراك، البارتاج وتفعيل الجرس. مرحبا وألف مرحبا.